حبيبي وعزيزي برج العذراء الجميل ملك التفاصيل، اهلا بيكم واحلى مسا عليكم. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع الثالث من شهر يونيو حزيران من يوم 14 ليوم 21، وبامر الله يبقوا 7 ايام حلوين. المهم يا حلوين ان انتوا اللي تعملوا اللي عليكم عشان ربنا يكرمكم يديكم على قد مجهودكم. وخلينا نقول حاجة مهمة جدا، ان كل ده بامر ربنا. طبعا يا عذارى الفترة دي المفروض فترة السمعة، المكانة، وضعكم، اثبات نفسكم، فرص موجودة وقدرات موجودة وانتوا محتاجينها. الفترة اللي فاتت انتوا كان في بعض الحيرة، بعض اللخبطة، مش عارفين الدنيا ظابطة ولا مش ظابطة. في دنيا حاجات كانت ماشية بشكل سلس وبشكل جميل والامل موجود، فجأة حصل عراقيل، حصل مشكلة، حاجة اتأخرت، حاجة اتأجلت، حاجة باظت، فأثر على نفسيتكم. هنا الفترة دي فترة تسترجعوا نفسكم، تبدأوا تهتموا بمركزكم بوضعكم. عايزك على وضعك يا جبل ما يهزك ريح. المهم قبل ما نكمل شوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، وبأمر الله كله يعوض اللي فاته، والله أعلم طبعا بتاعت ربنا. المهم البداية إن الشمس في برج الجوزاء وكمان عطارد في الجوزاء في بيتكم العاشر، السمعة، المكانة، وضعكم العملي، وضعكم الاجتماعي، نظرة الآخرين ليكم. الشمس ضغط عليكم، بتتحطوا في مواقف صعبة، في اختبارات عمال على بطال، في اختيارات، يعني اختبارات واختيارات، ايوه سمعتوها صح. اختبارات من الدنيا في مواقف صعبة هتتصرفوا فيها ازاي، اختيارات ان انتوا محتارين بين حاجتين، تمشوا شمال ولا تمشوا يمين. وهنا بقى قدراتكم تظهر، امكانياتكم، تركزوا في التفاصيل، تقدروا توصلوا لقراراتكم سواء في امر عملي، امر مالي، امر عاطفي، امر عائلي، امر منزلي، ايا كان، كل واحد امر دراسي، كل واحد حسب طبيعة حياته، ما مش كله زي بعضه. بس خلينا نقول قادرين توصلوا لده، في ضغوطات، في مواقف صعبة، في اختبارات، في اختيارات قادرين عليها، لان عطارد في برج الجوزاء يساعدكم تخففوا من ضغوط الشمس عليكم، تختاروا صح، تركزوا في وضعكم اللي بيدور على عمل، بيغير عمل، بيثبت نفسه في عمل، عنده امتحان، اختبار، لقاء، مقابلة، قادرين تنجزوها برغم صعوبتها. توكلوا على الله واعملوا اللي عليكم ومالكوش دعوة. من الناحية التانية بقى الزهرة في برج الأسد والمريخ في برج الأسد، والمريخ ضاغط عليكم بزيادة في بيتكم ال 12، ما بين أعداء، مؤامرات، تأجيلات، مشاكل في العمل، مشاكل في الصحة، ضغوطات بتواجهوها. بس الزهرة وجوده في برج الأسد بأمر الله يساعدكم تتغلبوا على كل اللي قلناه، تنتصروا على الأعداء، تكشفوا المؤامرات، تبعدوا عن الكسل والإهمال، تهتموا بعملكم، تهتموا بصحتكم، تاخدوا بالكم، تواجهوا ضغوطاتكم، وبأمر الله ربنا يكرمكم على قد تعبكم. هتتعوروا، هتستسلموا للمشاكل، هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم، هتقاوموا، هتحاربوا، ودول اللي انا بكلمهم، ودول اللي بامر الله يوصلوا لاهدافهم. بس الفرص والنبي موجوده في الحب وفي المال وفي الجمال. اهتموا بنفسكم وبشكلكم، الفتره دي عايزكم تلفتوا الانظار، ونار يا حبيبي نار. طبعا المشتري في برج الثور وده بيتكم ايه، بيتكم التاسع، ده في سفر او رجوع من سفر او فرص لسفر او تعامل مع اجانب او ناس من بلدكم بس عايشين بره، او مشوار بعيد بس يكون مفيد، سفر لمكان بعيد، اتصالات، ردود ايجابيه، اخبار مستنينا توصل لكم، فرص وحظوظ موجوده خصوصا في الامور البعيده او الغريبه او اللي انتم مش عارفين توصلوا لها او اللي بعيده عنكم. فتره فيها سفر لاكتر من عذراء، استغلوها، داخلي او خارجي، عملي او ترفيهي، الله اعلم. بس في تحركات ونشاطات وقادرين تبداوا بدايات وتاخدوا قرارات. طبعا بقى للاسف زحل متراجع في الحوت، وده عامل مشكلات ما بين الازواج الحلوين، ياخدوا بالهم حبتين يا ازواج العذراء، رجاء 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 خدوا بالكم من علاقاتكم، خصوصا لو في مشاكل في حياتكم. زحل هيتراجع من يوم 17، فهنا الازواج ياخدوا بالهم، شركاء العمل او المال ياخدوا بالهم، حته الشراكه والاطراف التانيه اللي في حياتكم هتبقى فيها شويه مشاكل، فخدوا بالكم منها. العمل والصحه مستقرين جمال، بس برضه في ضغوطات بتواجهوها من فتره للتانيه، تغيير ممكن يكون مش ظابط معاكم، قلنا تحاربوه وتقاوموه بامر الله توصلوا. الامور العائليه، الامور العاطفيه هاديه ومستقره شويه، وتقريبا انتوا مشغولين عنهم بحاجات تانيه اساسا. وكده تقريبا قلنا كل جزئيه، نيجي لكل يوم من الايام بالتفصيل. يا عذراء يا جميل انت يا جميل. والبدايه بايه؟ البدايه بالاربع والخميس 14 15 يونيو حزيرا، والقمر في الثور، بدايه عاليه قوي، تجهزوا لحاجه ليها علاقه بامر جديد في حياتكم، تاخدوا قرار جديد، تراجعوا
تراجعوا خطأ قديم تصلحوه، يبقى في حاجة ليها علاقة بسفر أو مشوار بعيد، اتصال أو رد انتوا مستنيينه، طاقة إيجابية، طاقة روحانية ودينية، ربنا يكرمكم وتلاقوا في نور وأمل حتى برغم الضغوط وبرغم المشكلات، بس تلاقوها منورة كده، في فرص واحتمالات، وبأمر الله يكونوا يومين حلوين تستفيدوا منهم. الجمعة والسبت والحد لغاية الساعة 2 16 17 18 يونيو حزيران القمر في الجوزاء بيتكم العاشر اللي اتكلمنا عليه من شوية، السمعة والمكانة، وضعكم العملي، وضعكم الاجتماعي، نظرة الآخرين ليكم، حسن تصرفكم في المواقف الصعبة، تثبتوا نفسكم، تدافعوا عن موقفكم، تبرروا تصرفاتكم، توصلوا للي انتوا عايزينه وتلفتوا الأنظار ليكم. هنا قدراتكم موجودة بس برضه الضغوطات موجودة. حد واثنين وثلاثة لحد بعد الساعة 2 طبعا، يعني 18 19 20 يونيو حزيران القمر في السرطان ويحلى الكلام، بيتكم ال11، علاقات، تفاهمات، أصدقاء، زملاء، مشاركة، مناسبات، مقابلات، تواصل مع الآخرين، إيميلات، واتسابات، ماسنجرات، تيك توكات، حركات، في تواصل فعال، تستفيدوا من نصيحة، من إرشاد، من حد في حياتكم، من واسطة تعرفوها، تلاقوا ناس بتقف جنبكم وبتدعمكم، فترة استغلوا علاقاتكم. وتعالوا لي على الأربع والخميس 21 22 يونيو حزيران، وستوب وهدي وخلي اليوم ده يعدي. القمر في برج الأسد بتكم ال12، متاعب، مصاعب، أسرار، أعداء، كسل، إهمال، ناخد بالنا من كل اللي قلته، ما تبدأوش جديد، بلاش قرارات، ما نعتمدش على الحظوظ أبدا، نعتمد على إرادة ربنا وتعبنا ومجهودنا. في نفس الوقت اليومين دول نخلينا هاديين، نبعد عن الكسل والإهمال، نحذر قوي من الأعداء والحساد، ناخد بالنا من عملنا وصحتنا، تحتيهم مليون خط وعليهم مليون دايرة، عشان الأسبوع يكون سعيد ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم.